السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم محمود صالح في حلقة جديدة من نشرة المشجع. زي ما تعودتم حلقتنا فيها كل الأحداث اللي تخص الأهلي، فيلا بينا نبدأها مع بعض. مصدر بالأهلي يؤكد أن هناك انفراجة حدثت خلال الساعات الماضية في صفقة جوستافو سوزا، وربما تحسم الأمور خلال الساعات القادمة. كولر يتمسك باستمرار محمد الضو كريستو مع الأهلي في الموسم الجديد ويرفض فكرة رحيله. الصحافة المغربية: الرجاء المغربي يدخل سباق كايزر تشيفز والزمالك على التعاقد مع والتر بوليا مهاجم الأهلي الذي اقترب من فسخ عقده والرحيل مجانا بسبب تمسك اللاعب بالحصول على نفس راتبه في القلعة الحمراء. الأهلي يدرس جديا إعارة القندوسي لسيراميكا كليوباترا أو أي من فرق الدوري وتحمل جزء من راتبه بعد اقترابه من الخروج للإعارة لمدة موسم. أحمد القندوسي يعد زملائه في الأهلي بالعودة السريعة لاستكمال مسيرته مع الفريق، ويؤكد على ثقته في قدرته على إقناع كولر ومسؤول الأهلي وإجباره على إعادته للفريق مجددا. الأهلي يؤكد أنه كان مجبر على الاستغناء عن خدمات زياد طارق بسبب اتحاد الكرة وشروط القيد رغم نفي اللاعب والأهلي مساء الأمس. مصادر تؤكد على وجود مفاوضات بين وكيل محمد شريف والنادي الخليجي السعودي بعد محاولة بعض المغردين إثارة أزمة للاعب قبل بداية مشواره مع الأهلي. إمام عاشور ينفي للمقربين ما يتردد عن حزنه من حصول أكرم توفيق على القميص رقم 8 الذي كان يرغب في ارتدائه، ويؤكد أن عقليته أكبر من ذلك وأنه مستعد لارتداء أي رقم في الأهلي. الأهلي ينفي أنباء تفكيره في عودة وليد أزارو للفريق مجددا. محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش يتحفظ على الانتقال للزمالك أو بيراميدز، ويأمل في أن يصل له عرض من الأهلي لرغبته في الانضمام للقلعة الحمراء. الأهلي يفاضل بين التتش وفرع النادي بالتجمع الخامس لاستضافة الحفل الكبير الذي يخطط لإقامته في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي للاحتفال بالبطولات التي حققتها الفرق الرياضية بالنادي. بعدما ربطت بعض التقارير الصحفية اسم اللاعب بالأهلي، بيراميدز يفتح خط مفاوضات مع مصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني ظنا منه أنه إذا تعاقد مع اللاعب سيكون وجه ضربة قوية للأهلي، وذلك بالرغم من تردد الأهلي حتى هذه اللحظة في التعاقد مع اللاعب. جماهير الأهلي تطالب إدارة النادي بترشيح سيد عبد الحفيظ لتمثيل النادي في رابطة الأندية بدلا من متعب، ومصدر بالأهلي يستبعد حدوث ذلك بسبب رغبة سيد عبد الحفيظ في العمل الإعلامي والابتعاد عن أي منصب إداري. خلافات بين الأهلي والمسؤولين عن لعبة فيفا بسبب المقابل المادي الذي سيحصل الأحمر عليه مقابل تواجده في اللعبة. أحمد شوبير على تويتر: موضوع كهربا في طريقه للحل قبل نهاية المهلة. وعمر سيد معوض في سكة الاحتراف المبكر. عمرو الحديدي: عمار حمدي سيكون صفقة مفيدة جدا لسيراميكا كليوباترا، وحتى لو لم يتعاقد الأهلي مع مهاجم جديد فالموجود في الفريق حاليا قادر على الظهور بشكل مميز سواء كهربا أو محمد شريف أو صلاح محسن العائد من الإعارة، والأهلي قادر على الظهور بشكل مميز مع كولر في الموسم الجديد. نحن في حاجة لبقاء محمد شريف وكذلك كهربا حتى لو جاء مهاجم جديد، فالمنافسة مهمة جدا داخل الفريق وروح المنافسة مطلوبة، وبالتالي حتى لو الأهلي تعاقد مع مهاجم جديد لابد من بقاء محمد شريف. المهاجم الجديد سيحتاج وقت للتأقلم وبالتالي وجود شريف مهم. محمد فضل لاعب الأهلي السابق. من الناحية الفنية إمام عاشور لاعب مميز للغاية وصغير في السن وسيكون إضافة قوية للنادي الأهلي. هناك البعض ضد الصفقة بسبب أحداث ومواقف اللاعب السابقة، والبعض الآخر مع الصفقة ويقول أننا نعيش في عصر الاحتراف واللاعب مازال صغير في السن، لكن إمام هيفيد النادي الأهلي من الناحية الفنية. أما بالنسبة للأمور الأخرى فأنا مش هقول رأيي، لأن لو قلت رأيي هخسر مش هكسب، سواء كنت مؤيد للتعاقد معه أو ضد الصفقة. محمود صبري الناقد الرياضي: الأهلي لم يتخلى عن مبادئه عندما ضم إمام عاشور. البعض يحاول تصدير ذلك بسبب الصدمة الشديدة التي تعرضوا لها بعد انتقال اللاعب للأهلي، ويحاولون تشويه الصفقة والأهلي بأي طريقة كانت في الفترة الحالية بهذه الأمور التي لا قيمة لها. الصفقة بعيدة تماما عن المبادئ، واللاعب بعدما أصبح في الفريق سيتم تطبيق مبادئ الأهلي عليه، لكن طالما كان خارج الأهلي فلا يمكن ذلك، واللاعب اعتذر أكثر من مرة حتى وهو لاعب في الفريق المنافس. إمام إضافة قوية للأهلي وسنرى ذلك في الموسم الجديد. رضا سليم لاعب مميز وقاد فريقه في المغرب لتحقيق اللقب وأتوقع نجاحه مع الأهلي. لا أتوقع أن يصنع رحيل سيد عبد الحفيظ المفاجئ شرخ في علاقة جمهور الأهلي بالإدارة. القرار كان صادم بالفعل، لكن مع بداية الموسم جمهور الأهلي سيغلق هذا الأمر تماما وسيدعم خالد بيبو. مارسيل كولر مدرب رائع ونجح في إعادة أكثر من لاعب في الموسم الأخير لمستواه، وساهم ذلك في
تحقيق كل البطولات التي شارك فيها الفريق. أليو بادجي تعرض للظلم في الأهلي ولم يكن يستحق الرحيل، وموسيماني كان يصفي حسابات مع اللاعب بسبب مشادتهم معا أثناء قيادته لصن داونز، وكان يجب أن يرفض الأهلي قرار المدرب الجنوب أفريقي. الزمالك يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى أن يعقد مسؤولي اجتماعات مكثفة لحل المشاكل بدلا من الظهور المتكرر في القنوات التلفزيونية. الزمالك لا يأخذ خطوة للأمام ويعود كل يوم للخلف. أخبار الزمالك يعلن تعيين مرتضى منصور رئيسا شرفيا للنادي ومتحدث رسمي ورئيسا للجنة القانونية بعد عزله من رئاسة النادي. الزمالك يقترب من الحصول على قرض بقيمة 145 مليون جنيه لحل مشاكل النادي المالية. الزمالك يقترب من تمديد عقد أوساريو لمدة موسم جديد. مرتضى منصور اللي بيهاجموا مجلس إدارة الزمالك ليس الجمهور الحقيقي للزمالك، والدولة مش عايزة تحل المجلس لأنه أقوى مجلس في تاريخ النادي. لو أعرف إن المجلس هيتحل كنت قلت لهم استقيلوا، عندنا شغل كتير ولاعيبة لازم نجدد ليها في الفترة الجاية، وأنا كنت رافض لفكرة الحصول على قرض، ولكن الوضع أصبح صعب للغاية داخل نادي الزمالك ولا يوجد رفاهية أو حل بديل. سوف نعقد اجتماع مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الأيام القادمة، وذلك لمناقشة العديد من الملفات من بينها ملف الحصول على قرض وتغيير اللائحة الاسترشادية. توصلنا لاتفاق مبدئي مع أحمد فتوح بشأن تجديد عقد اللاعب خلال الأيام القادمة، واللاعب حصل بالفعل على جزء من مستحقاته المتأخرة وبالتالي الأمر محسوم. كما توصلنا لاتفاق مع 3 صفقات قوية لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم وفقا لطلبات الكولومبي أوساريو المدير الفني. أحمد مرتضى منصور: أنا عضو مجلس إدارة نادي الزمالك منذ 10 سنوات ولم يمر عام واحد بدون بطولات في كرة القدم. هذه السنة الأولى لي بدون أي بطولة بغض النظر عن أمنيتي بالفوز بكاس مصر. الناس اللي بتقول المجلس يمشي هم دول الساقطين، فعلا نزلوا الانتخابات والناس سقطتهم. أنا مستمر حتى عام 2025 والمجلس سيقدم مدته كاملة، ولو في سنة واحدة سقطت مني في البطولات فأنا واخد 9 من 10، وأعد الجميع أن تكون حصلت 14 من 10 في النهاية، وسامحونا على ذلك العام والعام القادم أعد بحل كل المشاكل. أخبار الكرة المصرية: المصري يضع اللمسات الأخيرة على ضم باهر المحمدي من الإسماعيلي. فيوتشر يفاوض ريكاردو فورمونسينيو مساعد جوزيه مورينيو السابق لتولي تدريب الفريق بعد رحيل علي ماهر. أخبار عالمية: فيرمينيو يفتتح أول مباريات أهل جدة في الدوري السعودي بتسجيل هاتريك في الحزم. مان سيتي يعلن تجديد إصابة دي بروين وغيابه لفترة عن الفريق. ريال مدريد يقترب من ضم كيبا على سبيل الإعارة لتعويض غياب كورتوا، ويدرس التراجع عن ضم ياسين بونو بسبب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده أثناء سير الدوري الأسباني.